واش عمرك سولتي راسك علاش بعض الناس كيبعدوا عليك وكيحسوا بعدم الراحة معك بلا حتى ما تعرفي شنو هو السبب؟ الحقيقة ممكن تكوني كديري اخطاء هي اللي كتقتل الثقة بينك وبين الناس. في هذا الفيديو غادي نعطيك 7 ديال الاخطاء خطيرة كتخلي الناس ما يثيقوش فيك واخا انت كتحسي براسك انك انسانة مزيانة. خليك معايا حتى الاخر حيت اخر نقطة غادي تفاجئك. السلام، انا احسان، وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو هما الحوايج اللي كنديروا اولا الاخطاء اللي كينفروا من الناس وما كيبقاوش يبغيو يتعاملوا معنا مازال. اول حاجه او اول خطا وهو انك كتقولي هضره وكديري العكس ديالها، وهذا الشيء كيخلي الناس ما يثيقوش فيك وكيعطي لك واحد من الطباع انك غير جديه. مثلا كتقولي لواحد صاحبتك انك غادي نتلاقاو نهار الفلاني على الساعه الفلانيه ولكن من بعد ما كتمشيش. هنا هذيك صاحبتك ما كتبقاش تثق فيك مازال، يعني الا خديتي معها واحد الغونديفو مره اخرى كتبقاي داخله عندها في الشك، يعني تقدري تجي تقدري ما تجيش، ماشي بحال الا كنتي كتقولي الكلمه وكتوفي بها. الحل في هذه الحاله هذه ما تقولي حتى شي حاجه الا انت متاكداش انك ما غتقدريش ديريها، حيت بعض المرات كنحسوا بروسنا كنقولوا شي حوايج غير باش نرضيو الناس الاخرين وما يتقلقوش منا، وهذا خطا كبير وهذا سبب من بين الاسباب اللي كيخلينا نفقدوا العلاقات ديالنا. الغلط الثاني وهذا خطير جدا جدا، والا كان فك كوني اكيد على انك غادي تخسري كاع العلاقات ديالك والناس كامله غادي تنفر منك وحتى شي واحد ما يبقى يتعامل معك، وهو افشاء الاسرار. اي واحد كيقولك شي سر ديالو وكيامنك عليه كتنوض يا لاله يا مولاتي كتفشي به، ما كتحافظيش على السر ديالو، وهذه واحد السمه خايبه بزاف بزاف. فاذا كانت فك حاولي ما امكن انك تصلحي من راسك وانك تعتذري للناس اللي فشيتي لهم بالاسرار ديالهم، وانك تعرفي وتكوني مدركه ومتيقنه ان هذا خطا كبير، حيت بزاف ديال الناس اللي كتكون فيهم هذه العاده هذه ما كيعرفوش انها خطا وكيسحب لهم ان عادي انهم ما داروش شي حاجه غاف وانهم غير هذه شي حاجه عاديه نورمال تقال. الغلط الثالث وهو انك كتبدلي تصرفاتك حسب الانسان اللي كتعاملي معه، كتكوني بطريقه مع واحد الانسانه وبطريقه اخرى مع واحد الانسان واحد اخر، يعني الشخصيه ديالك كتبدل من انسان لانسان، وهذا الشيء كيخلي الناس يحسوا انك انسانه مزيفه وكيدخل حتى في النفاق. فحاولي انك تكوني على طبيعتك وكوني دائما انت. الناس كيبغيو الصدق ما كيبغيوش التمثيل. الغلط الرابع وهو الوعود الكاذبة، كتكثري من الوعود بلا تنفيذ. غادي نعاونك، غادي نتصل بك، غادي نخرج انا وياك، غادي مثلا ندعمك في هذه الحاجه هذه، وفي الاخر ما كديري حتى شي حاجه. فالناس كتاخذ عليك انطباع انك انت كذابه سمحوا لي على الصراحه ديالي ولكن هادشي اللي كاين. فحاولي تنقصي من الوعود وزيدي في الافعال، والحاجه اللي كنتي ما غاديش ديريها ما تقوليهاش، ما توعدي بها حتى شي واحد. انتي كيسحب لك ان بالوعود ديالك غتكسبي الناس وغادي تاخدي الرضا ديالهم، ولكن هادشي ما يمكنش لان رضا الناس ما كيجيش بهذه الطريقه هذه وكيجي بالاشياء الصادقه. فحاولي ما امكن انك تكوني صادقه في افعالك في تصرفاتك في احساسك مع الناس، واكيد الناس من تلقاء نفسهم غادي يبغيوك وغادي يبغيو يتعاملوا معك وغيبغيو العلاقه بينك وبينهم طوال. الغلط الخامس كتكوني سلبيه بزاف، ديما انتي عندك المود ديالك سلبي، ديما كتشتكي، ديما كتشوف الجانب الخايب من حياتك، دائما انتي مريضه، دائما كيضربوك الناس بالعين، دائما انتي محسوده، وهذا الشيء هذا كيخلي الناس ينفروا منك لان طاقتك السلبيه كتخلي الناس تبعد. فحاولي ان تكون عندك طاقه متوازنه، ماشي ضروري تكوني ايجابيه 100% ولكن نقصي من الشك، وحاولي الاشياء اللي كتحسي بها خايبه في حياتك حاولي تتفاديها. مثلا انت تحسي براسك ان الناس كتضربك بالعين وانك انت محسوده، حاولي انك تراجعي هاد الشيء هذا وعرفي ان هاد الشيء بعض المرات ما كيكونش وغير العقل ديالنا كيبقى يوهمنا به، وما تبقايش تشتكي من الناس بزاف لان حاليا في هذا الوقت ديالنا الناس كتقلب على الناس باغا الناس اللي في حياتي يكونوا ايجابيين، يعاونوهم، يبدلوا لهم المود ديالهم لواحد المود مزيان. فاذا كنت انت غير كتشتكي بطبيعه الحال غادي ينفروا منك وغيبغيو ينهيو علاقتهم معك. الخطأ السادس وهو انك كتقاطع الناس في الهضره، وهذا الشيء هذا كيدخل
اكيد في قله الاحترام، وكيبينك واحد الانسانه ما كتحترميش الشخص اللي قدامك وما كتسمعيش ليه اصلا، حيت انت كتزربي باغا غير انت امتى تهضري. وغالبا الناس اللي كتكون فيهم هاد الصفه هادي كيبغيو هما يحتكروا المجلس، كيكونوا في شي جلسه اولا في شي تجمع عائلي، كيبغيو يحتكروا المجلس، زعما تيبغيو يبقاو يهضروا غير هما والناس الاخرين لا. فهذا كيدخل في قله الاحترام، وكيبينك واحد الانسانه ما مأدباش، اسمحي لي على الصراحه ديالي عاوتاني. وهنا الناس كيبداو يتفاداو، كيحاولوا ما امكن انهم يتفاداوك، ما يكونش عندك ما يتجمعوش معك في مجالس العائله او مجالس الاصدقاء، كيحاولوا ما يدخلوش معك في حوارات حيت عارفينك ما غاديش تصنتي لهم، غتبقاي كل مره تقاطعيهم. فحاولي انك تخدمي على هذه النقطه بزاف بزاف بزاف، حيت هذه نقطه مهمه بزاف في التواصل ديالنا مع الناس. خاصنا نحترموهم، ملي يكونوا كيهضروا نتصنتوا ليهم، نتصنتوا ليهم بانصات، ماشي غير كنسمعوا، نفهموا شنو باغيين يقولوا، ومن يساليو هضرتهم ديك الساعات حنا نهضروا نقولوا الراي ديالنا باحترام بادب في الحدود ديال نطاق الحوار. زائد ان الانسان اللي كتكون فيه هاد العاده هادي وكيقاطع الناس بزاف كيبان ما واثقش من راسو، فعلا كتكون ثقته في نفسه ناقصه بزاف، فكيحاول يلفت الانتباه بهاد الطريقه هادي، كيبقى يقاطع الناس. وغالبا كتلقى واحد الانسان كيهضر بالجهد، يعني صوته كيكون عالي، فهو كيسحب لي راسو انه هكا كيبان ثقة في راسو، كيبان ملفت، ولكن العكس تماما. هادشي كينقص من القيمة ديالو قدام الناس، وكيبينو انه انسان ما واثقش في راسو تو سامبلومون. الخطأ السابع وهذا مهم بزاف، وهو انك ما كتقدريش تحطي حدود في العلاقات ديالك. يعني بعض المرات كتكوني متصالحه مع شي حوايج وكتسمحي للطرف اللي الاخر اللي معك في العلاقه، كسوا صاحبتك، راجلك، اختك، كيف ما بغى يكون نوع، ولدك، انه يتجاوز مثلا واحد الحدود وانت كدوزي مع هادي. ابخي فشي موقف واحد اخر ما كيعجبكش الحال وكتحاولي تنفعلي اولا تقولي ان هادشي ما مقبولش، وهذا خطأ كيخلي الانسان الاخر ما يحترمكش. فكوني صريحه من البدايه وحطي حدود ديالك، وهاد الحوايج كيعجبوني وهاد الحوايج ما كيعجبونيش. حاولي تكوني صريحه وواضحه، الوضوح كيبني العلاقات صراحه. فخلاصه هو انك تكوني انتي، ما تحاوليش تكوني شي شخص اخر باش ترضي الناس الاخرين او الاشخاص الاخرين اللي داخلين معك في العلاقه. العلاقه اللي غادي تكلف انك ديري واحد المجهود، مثلا غادي تكذبي او غتمثلي او غادي تضحي بالمبادئ ديالك او بالحدود ديالك باش تكسبيها، فهي اكيد علاقه غير صحيه وغادي تستنزفك من بعد. فحاولي تكوني انتي، كوني صريحه، كوني واقعيه، حطي الحدود ديالك. والعلاقات خاصهم بزاف ديال الوقت باش يتبناو، باش تبنى الثقه فيهم، باش يكون فيهم الاحترام الود والاحتواء. ولكن للاسف كيقدروا يتخربوا او يضيعوا بشي حوايج بساط اللي انت كيسحب لك الا درتيهم غتصلحي، ولكن انت كتكوني غير كتخسري. الا كان فيك شي خطا من هاد الاخطاء السبعه اللي ذكرنا في الفيديو، حاولي تصلحيهم بشويه بشويه، وغتشوفي كيفاش الناس غيبداو يقربوا ليك وغيبداو يديروا مجهود باش هما يكونوا في علاقات معك ماشي انتي. كتبي لي في الكومنت واش نتي كان فيك شي خطا من هاد الاخطاء، وشنو هي الحاجه اللي حسيتي بها قاسك وباغا تبدليها. وما تنسيش ديري لايك وتتابع القناه ديالي، حيت جايين فيديوهات غيعاونوك تطوري من راسك بزاف. باي.